شباب بلوزداد الجزائري يدخل معسكر مغلق للاستعداد بشكل جيد لمباراة الأهلي المرتقبة، وسعادة كبيرة تسيطر على المدير الفني هناك بسبب الأنباء القادمة من القاهرة عن غياب تاو والشناوي وكريستو ووسام أبو علي والعديد من العناصر الهامة في الأهلي عن اللقاء. سفارة مصر بالجزائر تؤكد أن الحضور الجماهيري المتوقع في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد سيتراوح ما بين 30 ل 40 ألف مشجع، وأن الجالية المصرية سيكون لها حضور جيد في المباراة لدعم الأهلي. بعض الوسطاء يحاولون الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي وإنهاء الخلاف بين الثنائي لكي يركز كل طرف مع فريقه ولا يتضرر أحد. متسيب رئيس الكاف يقترح إقامة أفريقيا نسخة 2025 في شهر مارس أو تأخيرها إلى يناير 2026 لتجنب تضارب المواعيد مع كأس العالم للأندية، والتي سيشارك فيها الأهلي والوداد المغربي. ويؤكد أن الفرق الإفريقية لن تكون المتضررة فقط، بل الفرق الأوروبية التي ستشارك في البطولة أيضا، والتي يتواجد بها العديد من اللاعبين الأفارقة، وبالتالي فالتنسيق مهم بين جميع الأطراف لتلاشي حدوث هذه الأزمة. بعد تألقهم الكبير في أفريقيا، لجنة الحكام باتحاد الكرة تفاضل بين أمين عمر ومحمد معروف لإسناد لأحدهم مهمة إدارة مباراة نهائي الكاس تحكيميا، وتستقر على تعيين محمود عاشور بتقنية الفار. عامر حسين المسؤول عن لجنة المسابقات يؤكد تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري لارتباط الفريقين بمباريات قارية. مصدر بالأهلي: البعض يحاول تضخيم إصابة أليو ديانج في الساعات الماضية دون امتلاك معلومة. ديانج يعاني من نسبة بسيطة من خشونة الركبة منذ فترة، ويشتكي من حين لآخر من ألم في هذه المنطقة تحديدا ومنذ تعاقد الأهلي معه. واقترح البعض مؤخرا قيام اللاعب بعملية تنظيف في الركبة ليتخلص من هذه الآلام تماما، لكن البعض الآخر فضل تأجيل الأمر لأقرب فترة توقف، خصوصا أنه قد يغيب بسببها لمدة شهر عن الفريق، وأن هناك طرق بديلة لعلاج هذه الآلام بعيدا عن التدخل الجراحي، مثل الراحة أو الحصول على بعض المسكنات واللعب بشكل طبيعي. الدكتور هشام العمري شقيق الراحل العمري فاروق يدرس الترشح على منصب أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي بعد استقرار خالد مرتجى على الاستقالة من هذا المنصب للترشح على منصب نائب رئيس النادي. غضب كبير يسيطر على مسؤول الأهلي تجاه مدحت شلبي بسبب محاولات ضرب استقرار الفريق بالشائعات التي يروج لها عن عقود اللاعبين واشتراط الشناوي الحصول على 50 مليون جنيه لتجديد عقده، ومساومة علي معلول للأهلي بالعروض القطرية للحصول على راتب كبير، والتلميح لمعاناة السولية وكريم ندفد من إصابة مزمنة. جماهير الأهلي تتعجب على مواقع السوشيال ميديا من قيام رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري، خصوصا أنه لا يوجد أي أسباب تدعو لذلك غير مجاملة الأبيض ومنح مدربه الجديد فرصة لزيادة الانسجام قبل خوض أول مبارياته الرسمية مع الفريق الأبيض. حازم إمام يدعي المرض لرغبته في عدم الظهور في المؤتمر الصحفي لتقديم حسام حسن مدرب المنتخب الوطني الجديد. مابولولو لاعب الاتحاد السكندري وأنجولا يؤكد أن ظهور منتخب مصر كان كارثي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، خصوصا أنه تعود على رؤية مصر في المباراة النهائية بالمسابقة والمنافسة على اللقب. هشام يكن نجم الزمالك السابق ينتقد طريقة تقديم الزمالك لصفقاته الجديدة، ويؤكد أنها طريقة مقززة ولا تليق بحجم نادي كبير مثل الزمالك، ويبدي تعجبه الشديد من استعارة لاعب محلي مثل زياد كمال لم يشارك في أي مباراة دولية من قبل مقابل 30 مليون جنيه. وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورة: استضافة السعودية لنهائي كاس مصر مؤشر جيد لامتلاكنا منتج جيد جعل الإخوة في دول الخليج يطلبون استضافة تلك المباراة. الآن السوبر يقام في الإمارات والكاس في السعودية، وهذا مؤشر أننا نمتلك منتج جيد، وأتمنى أن ننظر لأنفسنا بشكل أفضل، لا نخترع أمور جديدة وتوجد مباريات نهائية عديدة في أوروبا تلعب في دول أخرى، لكننا بدأنا ننظر لمنتجنا بشكل أفضل. نمتلك جماهير ضخمة خارج مصر وأن تستمتع وترى نجومها شيء جيد، ويوجد عائد مادي جيد في حدود 2 مليون دولار بخلاف جوائز الفريقين واستضافة كاملة للفريقين شاملة الطيران ومصروفات المباراة، وهذا فكر تسويقي جديد. الجهاز الفني للمنتخب لم يكتمل بعد، وحسام حسن لم يكن متواجد اليومين الماضيين في القاهرة بسبب سفره إلى كوتوفار لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية. وتناقش خلال الرحلة مع جمال علام في باقي تفاصيل الجهاز المعاون، والأمر متروك له تماما. واليوم سنعقد جلسة لوضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي الأربع القادم. فيتوريا أبدى مرونة في جدولة الشرط الجزائي وأنهينا الأمور بشكل محترف.
وسيتم دفع الشرط الجزائي على 4 أقساط. تركي الشيخ: نهائي كاس مصر بين الأهلي والزمالك سيكون يوم تاريخي بإذن الله، سترون كاس مختلف يليق بمصر واسم هذا البلد الكبير. اتفقنا مع الشركة المتحدة على إذاعة مباراة نهائي كاس مصر على قنوات اس السعودية وأون تايم سبورت، وسيكون عبر بث مشترك على أعلى جودة. تحدثنا مع مخرج نهائي كاس العالم لإخراج المباراة، وسيكون هناك أكبر استوديو، وسيكون هناك مفاجآت كثيرة وحفلات وفعاليات مصرية كبيرة قبل اللقاء، والحضور سيكون شبه مخصص لإخواتنا المصريين وسيكون لهم الأولوية. محمد عبد الجليل: مصر بلد كبير وعريق ولا يجوز نقل نهائي كاس مصر إلى السعودية، خصوصا أنها بطولة عريقة ويجب أن تقام على ملاعب مصرية وبعيدا عن الجوانب المالية. كان يجب إقامة اللقاء على استاد القاهرة. أسمع عن تألق لاعبي الأهلي في المباريات الودية خلال فترة التوقف وفي المقدمة موديست، ولكن ذلك لا يعني شيء لأن المباريات الرسمية عكس الودية تماما، وننتظر رؤية اللاعب الفرنسي في مواجهة شباب بلوزداد الصعبة. منتخبات كثيرة في أفريقيا تطورت بشكل واضح مؤخرا، والفرق الكبيرة في القارة أصبحت تواجه صعوبات كبيرة. بطولة أفريقيا دقت نقوص الخطر بالنسبة للعديد من المنتخبات الكبرى. حسام حسن يعرف كل الأمور داخل الكرة المصرية ويجب معاونته بشكل جيد، وأعتقد هو لن يعمل حساب للألوان أو الضغوط الجماهيرية، ويجب أن يكون هناك دعم للجهاز الفني في المرحلة القادمة وتوفير كافة طلباته من أجل النجاح. أحمد حجازي ومحمد صلاح ومرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد وحمدي فتحي من المرشحين الذين سينضمون لصفوف المنتخب مع حسام حسن، بينما تجارب سام مرسي وكوكا وبعض اللاعبين لن تتكرر مع حسام حسن مجددا. سام مرسي انضم في فترات سابقة ولم يقدم شيء هو وكوكا، والأفضل منح لاعبين آخرين الفرصة. هناك لاعبين أمثال رمضان صبحي وإبراهيم عادل مستواهم يؤهلهم للانضمام للمنتخب، ومن الوارد ضم محمد شريف على فترات مع حسام حسن، ومن الممكن ضم محمد شكري بجوار فتوح ومحمد حمدي أيضا، وهناك 15 لاعب من الممكن انضمامهم لصفوف المنتخب مثل محمود صابر وإبراهيم عادل، وكذلك أحمد رمضان بيكم قد يتواجد في مركز المساك مع محمود مرعي مدافع بيراميدز وأيضا زميله أسامة جلال. وأتوقع استبعاد محمود حمادة من صفوف المنتخب تحت قيادة حسام حسن، ومن الوارد أيضا استدعاء نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، ومن الصعب استدعاء لاعبين من الأعمار السنية الكبيرة. عدل القاهرة رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي: لدينا مثل مصري يقول اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص، وفي كرة القدم كنا نتمنى أن يكون حمادة القادم مختلف، ولكن كل المؤشرات تقول أن الأمور مستمرة دون تغيير. كل ما آلت إليه الأمور هو تغيير الجهاز الفني، وهي الحيلة التي نلجأ لها لامتصاص الغضب مع كل إخفاق لا يليق بالكرة المصرية. أثناء مناقشة اتحاد الكرة للأزمة يخرج رئيس رابطة الأندية ليقول أننا تقريبا قد اتفقنا مع كارلوس كروش، بينما يقول اتحاد الكرة أنه تقريبا قد تم الاتفاق مع هيرفي رينارد المدرب الفرنسي، ولكن فجأة يتم الاتفاق مع جهاز فني وطني بقيادة حسام وإبراهيم حسن، ونتمنى لهم التوفيق. ما الداعي للتفاؤل بهذا التغيير؟ هل البنية والسياسة والفلسفة والمناخ تغير؟ هل المسابقات وضع لها نظام أو خطة؟ أنا لا أرى أي شيء وحمادة مكمل معانا. صالح جمعة: بعدما رحلت عن الأهلي كنت أصلي وأسجد كل يوم وأشكر ربنا أن أنا كنت أعمل مع هذه المنظومة المحترمة. اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر تأخر كثيرا، وكان يجب أن يتولى هذا المنصب منذ سنوات طويلة. كل من فاز بكأس الأمم الإفريقية في النسخ الأخيرة كانت منتخبات مع مدربين وطنيين، والمدرب الوطني هو من يشعر بالجمهور، وهذا الأمر يصنع الفارق. خروج عبد الله جمعة من الزمالك بهذا الشكل قبل إغلاق باب القيد ب 48 ساعة هو أمر مهين له. عبد الله لعب مع الزمالك 7 سنوات ولم يبخل خلالها بأي مجهود وتوج بكل البطولات تقريبا، ومن الممكن أن يكون حصل على بطولات أكثر من بعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين. الزمالك فسخ تعاقده مع عبد الله جمعة من طرف واحد، وخرجت التصريحات أن فسخ التعاقد كان بالتراضي، لكن عبد الله لم يوقع على أي مستند. عبد الله حصل على شيكات مقدم التعاقد منذ تجديده للزمالك من حسين لبيب عندما كان رئيسا للجنة المؤقتة، وحتى الآن لم يقدمها للبنك، ولم يحصل على مستحقاته التي تصل إلى 25 مليون جنيه. عبد الله يشعر بحزن كبير بعد رحيله بهذه الطريقة، وحين سألته هل سيسلك المسار القانوني ضد الزمالك كان حزين ولا يريد ذلك.